حللني يا أبي. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته والدين فينا بركته من الآن وإلى الأبد الآبدين كلها أمين. الحقيقة النهاردة الإنجيل اللي اتقرأ علينا هذا الصباح من الأناجيل الجميلة خالص، وللحقيقة فيها رسالة واضحة لكل إنسان فينا. ويمكن إحنا كده مع بداية الصيام يعني ربنا بيوجه لنا كده رسالة، ورسالة قوية. يقول أنت صيامك متأكد إنه لأجل سبب معين وهو دخول السماء والملكوت. عشان كده الحقيقة النهاردة الإنجيل كله بيتكلم عن الملكوت. إن هو راح شاب للسيد المسيح جالس على ركبته قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ودي نقطة مهمة. ربنا بيوجه رسالة لكل واحد فينا يقول هل أنت فعلا نظرك للملكوت؟ والحتة الجميلة دي إن ده يعتبر إنسان شاب صغير في السن راح لربنا، وربنا عايز يقول إيه؟ من أوائلك لأواخرك أطلب الإيه؟ أطلب الملكوت. من أول يوم أنت موجود فيه على الأرض لآخر يوم أنت موجود فيه اطلب الملكوت دايما واطلبه باستمرار. والحقيقة من ضمن حاجات كده ربنا قال له شوية وصايا في غاية الأهمية، وقال له من ضمنها أن أنت أترك يعني سيب. والحقيقة يقول له كده أن الشاب فمضى حزينا لأنه كان إيه؟ كان عنده شوية أموال، وكانت الأموال دي هي حائل أو حائط أو حاجز ما بينه وما بين ربنا. عشان كده بفكر مع حضراتكم النهاردة بنعمة ربنا في الدقايق القليلة اللي عندنا أفكر كده في نقطتين وعنوانين نركز مع بعض فيهم. واحد، إيه معطلات دخول السماء؟ واثنين، إيه الحاجات اللي تساعدني على دخول السماء؟ لو بصينا مع بعض واحد كده الحقيقة معطلات دخول السماء والملكوت. واحد، الكسل. الكسل يعني عدو الخير الحقيقة دايما بيكسلنا كتير عن ربنا، وعن يمكن ممكن في أحيان كتير الوقوف قدام ربنا في الصلاة والصلاة بالأجبية والكتاب المقدس. فالحقيقة ساعات عدو الخير يمنع الإنسان بالكسل. حضراتكم عارفين يمكن في أيام الشتاء اللي احنا فيها، والشتاء لسه هيدخل شوية، ممكن الواحد يبقى متدفي قوي وتيجي تشيل الغطا بالعافية، فبتبقى حاجة صعبة مش حاجة هينة إن الإنسان يقوم يعني. ولكن الحقيقة يحكى عن البابا كرولوس. حضراتكم عارفين كان البابا كرولوس جميل قوي. أما أتأمل كده وأقول إن البابا كرولوس كان بيعمل كم قداس في السنة؟ 365 قداس في السنة. من الواحد يقف قدام هذا البابا العظيم ويقول يعني يا قداسة البابا كنت بتعملهم إزاي؟ الواحد ما يلاقيش بس كده، يلاقي إنه صحي من باكر أولا يصلي عشية بالليل، وبعدين يصحى الصبح عشان يعمل إيه؟ بالظبط كده يبتدي بقى بعد كده يخبز صح الحمل، ويبتدي يجهز بعد كده، يبتدي بقى صلاة إيه؟ التسبحة، وبعدين رفع بخور باكر، وبعدين القداس. يعني الحقيقة مراحل كتير قوي. طب أنت كنت بتعملهم قد إيه يا قداسة البابا؟ يوميا. مفيش يوم كليت أو خرت فيه أو حسيت بضعف أو تعب. يقولك لا، أصل اللي يمسك في ربنا ربنا يمسك فيه. من يسير معه ميل، من يسير معي ميل أسير معه ميلين. يعني امشي معايا بس خطوة وأنا أشيل معاك، أمشي معاك إيه؟ خطوتين. يعني ربنا يقول لنا امشي الضعف. فأول حاجة ناخد بالنا إن الحقيقة المعطلات هي إيه؟ الكسل. والحقيقة الكسل ده وقع داود في مشكلة كبيرة. حضراتكم فاكرين داود أما قعد ارتاح شوية وكسل، الحقيقة وقع إيه؟ وقع في الزنا، لأنه الحقيقة كسل شوية. فالكسل دي مشكلة كبيرة وخطية صعبة، فالإنسان ياخد نفسه بيها ويجري بسرعة. عشان كده في ناس جميلة تحفز بعض. أنا نازلة للقداس، تحب أصحيكي معايا؟ يا ريت أصحيني. طب يلا بينا. طب أنت صليتي النهاردة باكر؟ لا لسه. طب ما يلا نصلي مع بعض. طب يلا. أول حاجة حفزي نفسك وحفز نفسك دايما، ولا تجعل الكسل ليوم واحد يأتي إليك. اتنين، من ضمن الحاجات المعطلات عن السماء المقارنات. حضراتكم عارفين يمكن دلوقتي كل حاجة يمكن في العصر ده تدعونا للمقارنة، ودي بقت مشكلة كبيرة. بقى كل واحد فينا يعمل ايه؟ يقارن حاله بحال الآخرين، وعدو الخير يجيب له حالة من الحزن الشديد كل ما قارن نفسي بمين؟ بالآخرين. أحس يعني ليه يا رب أنت مديله؟ ليه يا رب حاله أحسن من حالي؟ والحقيقة دايما عدو الخير يجي في نقط الضعف ويعمل فيها ايه؟ يكبرها ويوسعها، أكني شايفها بعدسة مكبرة. فتاني حاجة احذر واحذري من المقارنات. ويمكن اللي بقى يدعونا للموضوع ده اليومين دول اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي،
كان حضراتكم عارفين الفيسبوك والحاجات دي، الواحد بزرار يعمل ايه؟ بدوسة بس يشوف كل حاجة. كان مرة قبل كده واحد بيقول ان كان ساعات كده ينزل يعني حاجات حضراتكم عارفين من البيت وكده، دخل واحد يبص كده عايز يشوف بيت التاني، فلاقي ايه؟ لقى مرة متصورين في البلكونة، مرة متصورين في المطبخ، ومرة متصورين في الأوضة، وهكذا لغاية ما ايه؟ ما جمع صور البيت كله. ياه، طب وده ليه يعني؟ لأن الإنسان سمح لنفسه إنه يعمل إيه؟ ينفتح على الآخر. فتاني حاجة من ضمن معطلات الملكوت، خد بالك إن أنت إيه؟ ما تحطش نفسك في المقارنات أبدا. ودايما يقول عشان أقدر أعدي المقارنات، دايما يقولك بص للإيجابيات. ممكن يكون عندي بعض الحاجات مش موجودة، بس في حاجات كتير ربنا عامل فيها إيه؟ بالدهاني الحقيقة. يبقى أول واحد من ضمن المعطلات، واحد الكسل، اتنين حد فاكر؟ المقارنات، صح. 3 الحقيقة التشبث بالرأي وعدم وجود مرجعية، يضيعني عن السماء ويضيع السماء من ايديا. الحقيقة الإنسان اللي يتشبث برأيه يعمل ايه؟ يضيع وما عندوش مرجعية. ساعات يقول لك ايه، احنا بالبلدي كده بنقولها، يقول لك ايه؟ انا صوتي منين؟ من دماغي. انا اكلم ليه ولا اسأل ليه يعني؟ احكي لحضراتكم قصة جميلة. احد الرهبان كان صغير في السن ودخل الرهبنة، وبعد ما اترهبن راح لابوه الروحي، اب اعترافه، كلم معاه ابونا يعني، بدأ يداوم معاه الاعتراف. وبعدين في يوم من الايام حصلت حاجة غريبة قوي. هو اسمه ابونا بولا مثلا، فظهر له ظهور كده ملاك وقال له السلام لك يا ابونا بولا. قال له ملاك؟ ظهر لي ملاك؟ ايه البركة الكبيرة دي؟ قال له لا، ده مش ظهرت لك بس، ده انا جاي لك برسالة. قال له كمان رسالة ليا يا خطيتي؟ قال له لا استنى بس. قال له اتفضل. قال له انا عايز اقول لك على حاجة، احنا بكرة هنجيلك بمركبة نارية ناخدك زي ايليا، لان انت الحقيقة مستواك الروحي بقى ايه؟ بقى عالي قوي، فجهز نفسك عشان نجيلك بكرة بايه؟ بمركبة نارية. فقال طيب يعني دي بركة كبيرة، ويعني انا مش عارف اقول ايه ربنا على العظمة اللي هيدهاني دي. وبعدين اختفى الايه؟ ملك ده. راح لأب اعترافه، قال له يا ابونا يعني سلام يا ابي. قال له سلام يا ابونا بولا. قال له يعني انا جاي اودعك يا ابي. قال له تودعني انت رايح فين؟ قال له اصلي ساصعد يا ابي. قال له تصعد؟ طب اقعد جنبي ريح شويه عشان عايزك انا في موضوع. قال له ايه يا ابونا بس في ايه اللي حصل؟ قال له استنى بس نشوف الموضوع بتاع الصعود ده، تعالى بس استريح. فبيقول ان هو قاعد جنب ابونا وقال له حبيبي هو ايه اللي حصل؟ قال له اصل انا ظهر لي ملاك والموضوع كذا كذا. قال له ايه؟ انت يا ابني مضحوك عليك منين؟ من الشيطان، اوعى تعمل كده حبيبي، ده ظهور يعتبر ايه؟ شيطان في هيئه ملاك، اوعى تعمل كده حبيبي، ده غلط اللي انت بتعمله. فبيقول ان ايه؟ ابونا ده يعني ايه؟ مشى الموضوع وأكنه مش هيعمل حاجة. وبيقول روح بعد كده بعد ما طلع من عنده قال يا حتى البرية وصل فيها الحقد، أبونا بيحقد عليا عشان إيه؟ ما فيش ظهور جاله، ولا حتى مثلا إيه مركبة صغيرة جات له، فأنا جاي لي مركبة نارية يبص لي في المركبة دي. وبدأ إن هو يروح على قلايته ويجهز البؤجة بتاعته عشان تاني يوم إيه؟ هيصعد. وطلع فعلا فوق بيقولوا زي السطح، وفعلا جاله الظهور اللي هو إيه؟ الملاك ده اللي هو عامل في نفسه ملاك يعني. وبيقولوا ان جت مركبه كده، قال له يلا ايه؟ نط بقى. ففعلا نط، وبيقولوا انه ايه؟ وقع من سور الدير. وكان بيقال ان هو ساعتها يا اما فارق الحياه، بس ايا كان بصلاه ابوه طلع ولحق بسرعه وقعد يصلي ربنا يقول له يا رب ده صغير يا رب في السن، لو سمحت ايه؟ تمهل عليه يا رب وتأنى عليه. وتلحق هذا الراهب او قام مره تانية وتاب عما فعله. طب ليه الحقيقه؟ لانه الحقيقه تشبث بالرأي. فأحيان كتير أنا بتشبث برأيي ومش عايز أب اعترافي أسمع كلامه، وحتى اللي يقولوا لأ أنا عايز كده، أنا عايز كده يا أبونا، ما تقفليش في الحتة دي. ولكن الحقيقة أبونا خلي بال حضراتكم دايما يقعد يصلي ويقعد يقول له يا رب أنت ارشدني وقول لي يا رب أعمل إيه في الموقف أو في الحاجة اللي أنت بعتها لي على لسان ابنك. يبقى معطلات دخول السماء، 1 حد فاكر؟ الكسل، برافو. 2 أيوه بالظبط كده، تاني حاجة فعلا اللي هي المقارنات، كتر المقارنات. 3 التشبث بالرأي. حلو خالص. طيب ناخد بقى حاجة تانية، ايه اللي يساعدني على دخول السماء؟ الحاجات اللي تساعدني على دخول السماء في 4 كلمات كده بتبتدي بحرف الألف، نحفظهم مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. 4 كلمات. 1 اترك، اغفر، افحص، اربح. نقولهم تاني مع بعض. اترك، اغفر، افحص، اربح. نقولهم آخر مرة.
اترك، اغفر، افحص، اربح. يعني ايه بقى؟ اول حاجة الحقيقة اترك. يعني ايه اترك؟ في آية جميلة قوي يقول ايه؟ ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. والحقيقة دي اللي قالها رب المجد للشاب اللي سأله عن الايه؟ عن الملكوت. قال له ايه؟ اترك، اذهب بيع ايه؟ كل مالك واحمل الصليب وتعالى اتبعني. دي وصية انجيلية، وصية كتابية، ربنا هو اللي قالها. فالحقيقة انا بترك ايه عشان ربنا؟ هل ممكن في الصيام ده اترك حاجة وحيدة علشان ربنا؟ اصل بص يا ابونا، انا بحب بصراحة النسكافيه، يعني ما اقدرش استغنى عنه. واحد حد مثلا تاني تقول لك يعني فنجان القهوة بالحبهان، معلش يعني هو ده اصل، يعني ده اللي بتاعي، ده حلو قوي. طب بتشرب كام فنجان؟ يعني 5 في اليوم. 5؟ طب وبعدين ممكن يبقوا 4؟ طيب طب ممكن يبقوا 3؟ ممكن مثلا ابتدي اقلل حاجة، اترك حاجة في الصيام ده لاجل مين؟ لاجل ربنا. تعود اعمل كده، فرصة جدا. ده بالصوم والصلاة اتنقل جبل الايه؟ جبل مقطم. حياتي كلها ممكن تتنقل وتتبدل من حال لحال، بس لو سمحت ولو سمحتي اتركه. شوف في حاجة في الصيام دي على قد ما تقدر واعمل ايه؟ اتركها، اترك لأجل ربنا. ويقول لك هي حتة جميلة قوي ان هنا ربنا قال حاجة جميلة، ان اللي يترك ده هياخد ايه؟ 100 ضعف. يعني أجاب يسوع قال حق لكم، اللي هيترك أي حاجة يقول لك إيه؟ إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان. يعني هياخد في الزمن ده وكمان فين؟ في الظهر الآتي. يعني ربنا هيبارك حياته. فأترك لأجل مين؟ لأجل ربنا. تاني حاجة الحقيقة اغفر. تاني حاجة اغفر. طب أول نقطة إيه؟ اترك. تاني نقطة اغفر. اغفر للآخر. ربنا يقول لك إيه؟ اغفروا يغفر لكم. يعني هل أنا فعلا بغفر يا أبونا؟ بص بصراحة أنت بتتكلم من كوكب تاني. طب ليه؟ في حاجات يا أبونا بتبقى صعبة، وفي بتبصلي من فوق لتحت، كل ما بتيجي بتاخدني كده وش من فوق لتحت كده على طول. بس يعني أنا عارفاها يا أبونا، وصدقني عارفة اللي في قلبها. اغفري ليها. أنا لما أطلع قدام ربنا واقف قدامه يقول لي غفرت الفلان أو غفرت العلان، وأنا أقول له لا ما غفرتش. طب يقول لي إيه؟ هل هو ساعتها هيغفر ولا هيقول لي لقد استوفيت ايه؟ اجرك على الارض. طب يا ابونا انا تعبان، وفي حد معين انا تعبني جدا مش قادر اغفر له. المذبح موجود، حط الاسم على المذبح، والمذبح يعمل ايه؟ يحل. حتى لو بعد حين ولو بعد فترة المذبح هيحل. يحكى عن راجل عشان نشوف حتة الغفران دي. بيقول الراجل، الكلام ده من فترة كبيرة، حضراتكم فاكرين ايام صناديق البوسطة؟ واحد بيقول رايح على صندوق البوسطة وبيحط جواب، حط نص الجواب والنص التاني فين؟ بره. وهو ماسك نص الجواب وبيحط النص، طب ساكت مات. فالناس جم بسرعة يشوفوه، سلامتك يابا سلامتك يابا في ايه؟ قوموه، لقوا ماله؟ مات. فقالوا طب يفتحوا الجواب ده يشوفوا فيه ايه يعني. فتحوا الجواب لقوا ايه؟ لقوا كاتب كده في الجواب، بعتوا لواحد انا وراك والعمر طويل. انا وراك والعمر طويل. فين العمر؟ فين العمر؟ ده انت حطيت نص الجواب والنص التاني ما دخلش وطبيت. اغفر مش مستاهلة، معدي، لان اما اقف قدام ربنا هيسألني يقول لي كنت بتعمل ايه؟ كنت بتحاول ولا ما بتحاولش؟ كنت بتغفر ولا ما بتغفرش؟ كنت بتسامح ولا ما بتسامحش؟ فدي نقطة مهمة قوي. يبقى اول واحدة ايوه اترك، تاني اغفر، تالت افحص. افحص يعني دقق في حياتك، ما تعديش. ساعات الحقيقة الواحد بيعمل ايه؟ بيعدي، دي مش مشكلة ودي ما فرقتش. لا، بتفرق، لان بتأثر فيا وبتأثر فيا جامد جدا. يحكى عن احد الاشخاص كان في قرية من القرى، وبعدين الشخص ده وهو راجع فلاح من الفلاحين الحلوين، قال لي ايه؟ يا سلام لو بعد يوم طويل كده ارجع اجيب كده مثلا 2 كيلو بلح رملي وارجع اكلهم في البيت، ياه بالدنيا وما فيها. فالراجل ده عمل ايه فعلا؟ جاب 2 كيلو بلح رملي، ودخل بعد كده قعد بقى كده وجاب ايه؟ حضراتكم عارفين القله بقى بتاعته، وقعد كده على الدكه، تمام، وبدا يعمل ايه؟ وجاب لمبه الجاز وبدا يفتح ايه؟ اول بلح، وفتح البلحه الاولى وبدا ايه؟ يفتحها كده ويقول ايه؟ يا كل عطاياك جميله يا رب. وبدا يشيل النوى اللي موجوده، واول ما شال النوى لقى في ظهرها دوده. قال يا دوده في اول بلحه كده في وشي. طب معلش البلح كتير، دول 2 كيلو مفيش مشكله. راح رمي اول بلحه وماسك البلحه الثانيه وايه؟
وبدأ يفتحها ويقول كل عطاياك جميلة يا رب، ويشيل الايه النوى يلاقي دودة تانية. قال معلش هي جت في بلحتين دول 2 كيلو مفيش مشكلة خالص. رمى البلحة التانية، فتح البلحة التالتة ويقول ايه كل عطاياك جميلة يا رب. يفتح البلحة التانية لا ايه دودة بقى. انا كده واضح ايه جبت ايه نزلت على حقل مدود يعني شكله كده. قال طب الحل ايه دول 2 كيلو بلح رملي وشقيان فيهم طول اليوم. فراح ماسك لمبة الجاز ونفخ فيها طفاها، وراح واخد الرابعة كل عطاياك جميلة يا رب وياكل، واخد الخامسة كل عطاياك جميلة يا رب وياكل، واخد الستة كل عطاياك جميلة يا رب. طب في حاجات بتقرقش، يقول لك مش مشكلة ما هو بلح رملي يعني. طب عمل ايه ده؟ الحقيقة مش فارق معاه، ما فرقش معاه. طب وايه اللي هيحصل؟ هيجي امراض، هيجي مشاكل هتيجي. الحقيقة الانسان مع ربنا في احيان بيعمل كده كتير، بعدي. طب انت شايف ان في دود، في اذية ليا، في مشكلة هتأثر في حياتي، في حاجة تراكمية قدام هتفرق معايا، لا مش مشكلة. ودي الحقيقة تالت حاجة وتالت مبدأ مهم قوي خد بالك منه، انه ايه؟ افحص، ركز في حياتك ودقق، ما تعديش الهفو. يحكى عن ابونا ميخائيل ابراهيم لما كان اسمه ميخائيل افندي. كان ميخائيل افندي ده مشهور كده يحط قلمين جاف، قلم شمال وقلم يمين. فهو ماشي كده كذا مرة ناس سألوه قالوا له الله هو يا ميخائيل افندي ايه القلمين دول؟ قال لهم مفيش، القلم اليمين ده اصله ده القلم بتاع المصلحة اللي مسلمهاني، والقلم الشمال ده ايه؟ ده القلم بتاعي اللي انا شاريه. فحاجة المصلحة بكتبها بالقلم اليمين والحاجة بتاعتي بالقلم الشمال. ياه قوي كده، التدقيق قوي كده. عشان كده الحقيقة بقى اسمه ايه؟ ابونا ميخائيل ابراهيم، عشان مدقق في حياته، عشان بيفحص، عشان ما بيعديش. فتالت حاجة وتالت نقطة افحص. يبقى 1 اترك، 2 اغفر، 3 افحص، 4 واخر حاجة اربح. يعني ايه اربح؟ اخدم على قد ما تقدر، لم كده حاجات. عشان ايه؟ لا تكنوز لكم ايه كنوزا على الارض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اربح على قد ما تقدر. طب انا في حد تعبان ارفع السماعه وكلمه. طب في حد منطرح اجري عليه وروح له، ما تسيبوش. لو انا قلت كلمه بسيطه ابتسامه، احنا ساعات سامحوني في التعبير بنستخسر الابتسامه والكلمه التشجيع في الاخرين، ساعات بنعمل كده كتير. طب انا يا ابونا ساعات بعمل كده، من دلوقتي يلا دوس وما تفرقش معاك حاجه، ابتدي زق الناس، شجع الناس، قول كلمة حتى بسيطة، شجع بخدمة صغيرة، قول لأي حاجة، ارفع معنويات الإنسان. ده ياما كلام قتل الناس. حتى يقولوا ما تخليش كلامك زي الرصاص. يعني ايه رصاص؟ يقتل. وياما حضراتكم عارفين بكلمات بسيطة ناس مالها، ناس ماتت. اختم بقصة أخيرة في حتة اللي هو اربح على حتة الخدمة دي. يحكى عن في واحد اسمه دكتور راغب عبد النور. دكتور راغب عبد النور ده تلمس كتير من الآباء الكهنة تحت إيديه. دكتور راغب ده مرة من المرات واقف في كنيسة من الكنايس، فهو أمين أسرة بقى، فواقف كده في النص، وبعدين هو واقف في النص لقى واحد رفيع جه على باب الكنيسة في أولها خالص، فبص كده لمحه وعارف إنه ده مش من شعب الإيه؟ مش من شعب الكنيسة. فرح له قال له صباح الخير. قال له صباح الخير يا أهلا بحضرتك. قال له أنا دكتور راغب أمين في الأسرة في الكنيسة دي. قال له أهلا بحضرتك يا دكتور. قال له أنا أول مرة أشوفك، هو أنت دي مش كنيستك؟ قال له لا، بس انا هاجي احضر معاكم قداسات يعني كده. قال له طب ايه رايك تيجي تخدم معانا؟ قال له يا دكتور راغب انا انت ما تعرفنيش يعني، وحتى انا هدخل اخدم اقول ايه بس؟ قال له مالكش دعوه بس تعالى ايه اخدم، مالكش دعوه بس. قال له طب ماشي. قال له طب تعالى. راح دخله في الخدمه وزقه وطمن انه ايه بقى ناشف كده، وراح بدا يعمل ايه يسحب نفسه. وتمر السنين، يمر حوالي 15-20 سنه، ودكتور راغب ده خلاص بقى في مكان، والخادم ده فين؟ في مكان بعدوا عن بعض، غالبا كمان كل واحد في كنيسة يعني. ودكتور راغب عبد النور سمع ساعتها بفضايل وقداسة أبونا بشوي كامل فين؟ في ماري سبورتنج. راح قال اخد ايه؟ اخد بركته. راح يسلم على ابونا بشوي بعد اجتماع من الاجتماعات او قداس من القداسات، راح يسلم على ابونا بشوي. داخل دكتور راغب يسلم على ابونا بشوي، اهلا يا ابونا اخد بركه. قال له اهلا يا دكتور راغب ازيك؟ قال له، فالراجل ماله وشه اتقلب، ازاي ابونا بشوي كامل عارفنا انا؟ قال له اهلا يا ابونا ازاي قدسك؟ قال له اهلا يا دكتور راغب. قال له دكتور راغب، قال له تحت امرك يا ابونا، ممكن تستناني بس في اخر الاجتماع عشان عايزك؟ قال له حاضر يا ابونا. فوقف لغايه ما ايه
الناس مشيت وجال ابونا بشوي. دكتور راغب استاذنك في حاجه، ممكن اجي ابيت عندك الليله دي في البيت؟ قال له يا سلام يا ابونا، ابونا بشوي كامل يبيت عندنا؟ طبعا يا ابونا، اخد بركه كبيره. قال له طيب انا جاي لك. وفعلا ابونا بشوي كامل ايه، راح له بالليل. وما راح بعد ما اتعشى وقعد يتكلم معاه شويه، قال له دكتور راغب، قال له اتفضل يا ابونا، تحب اجاوبك على السؤال اللي محيرك؟ قال له هو قدسك عارف ايه اللي جوايا؟ ده انت بركه يا ابونا. قال له لا، ما هو باين على الملامح، يعني باين ان في حاجه ملخبطاك. قال له اتفضل يا ابونا. قال له انت عمال تسال انا عرفت ايه؟ اسمك منين؟ فاكر يا دكتور راغب من 15-20 سنه كان في واحد رفيع واقف على باب الكنيسه، فاكره؟ قال له يا ابونا ده من كتير قوي، يا ترى الشخص ده فين؟ قال له يا دكتور راغب انا عايز اقول لك، الشخص اللي انت دخلته الخدمة وخليته يبقى موجود في الكنيسة ويخدم هو ابونا بشوي كامل اللي واقف قدامك دلوقتي. قال له ابونا بشوي كامل؟ قدسك يا ابونا اللي من سنين طويلة كنت واقف على باب الكنيسة وانا قلت تعال اخدم؟ قال له ايوه. قال له بسبب ان انت زقتني على الخدمة انا دخلت وبقيت خادم في الكنيسة، وربنا اداني نعمة الايه؟ نعمة الكهنوت. يا عشان عمل ايه بس؟ زق واحد. الحقيقة اما الواحد يقول ايه هاخد مين معايا ودخله السما، طب ده دخل ابونا بشوي كامل. ابونا بشوي كامل دخل كام واحد السما؟ كتير قوي. ده اظن اللي بره كنيسته اكتر منين؟ من اللي جوه كنيسته. عشان عمل ايه بس؟ عشان زق انسان وخلاه يعمل ايه؟ وخلاه يخدم. فثق تماما كل ما انت تزق حد ان هو يخدم ويقرب من ربنا وحياته مع ربنا تبقى حلوة، انت ثق تماما انت عملت ايه؟ انت اعديت لك مكان فين؟ في السماء. اراجع مع حضراتكم كده سريعا الاربع حاجات اللي خلتنا كده او تخلينا بنعمة ربنا ندخل السماء. 1 اترك. 2 اغفر. 3 افحص. 4 اربح. نقولهم اخر مرة ونختم بيهم. 1 اترك. 2 اغفر. 3 افحص. 4 اترك. ربنا يدينا ان احنا نفحص ذواتنا ونغفر للاخرين، وان دايما نربح للملكوت ونخدم الكل، وان احنا حاجة مهمة خالص ان احنا نترك لاجل المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد.